السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في رحمن سنتر. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة معانا مجموعة من أواني الطهي الألمنيوم من ماركة الدهان الأصلي. وحط تحت كلمة الأصل دي 100 خط زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا إن أكتر شركة متقلدة في الألمنيوم هي شركة الدهان الأصلي، ودي طبعا لشهرتها وجودة منتجاتها. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن يعني أسعار بعض المنتجات بتاعت الدهان الأصلي، ونشوف الفروق ما بينها وما بين بعضها. بس قبل ما نقولها طبعا كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو عن الفرق ما بين الدهان الأصلي وغيره، واتكلمنا عن مميزات وعيوب الأواني الألمنيوم. بس قبل ما نتكلم طبعا في الأسعار بتاعتها وبعض المنتجات ديت، نقول في أدوات مهمة لازم تكون معايا. أول حاجة يكون معايا الليفة الخشنة، يعني تكون ليفة مش سلك. يعني الألمنيوم يفضل ان هو يتغسل بليفة خشنة. ليه؟ لان زي ما انتم عارفين ان اي اواني طهي بيكون ليها طبقة خارجية. يعني السطح الخارجي زي الجرانيت، يقول الجرانيت ما يتخدش، احنا كمان مش عايزين الألمنيوم يتخدش، لان الطبقة الخارجية ديت ما بتتفاعلش مع الاكل. اول ما انا احط السلك وابدا اخدش الطبقه ديت، الطبقه الداخليه ديت هتبان وتبدا تتفاعل مع الاكل، وده طبعا فيه خطوره كبيره جدا على الصحه. هكون عايز طبعا الكلام ده قايلينه بالتفصيل في فيديو المميزات والعيوب، بس ده احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في حاجة سريعة يعني. لازم يكون معايا طقم حفظ طعام، بلاستيك، ازاز، ستانلس، ستيل، اي حاجة من الحاجات دي. لان اواني الطهي ما بنخزنش فيها الاكل، يعني مش بطبخ فيها واحطها زي ما هي كده في التلاجة. هنلاقي طبعا تفاعل بيحصل مع الالومنيوم او اواني الطهي في العموم. يعني مش ما ينفعش نحط بيبقى في حاجات للتخزين. يكون معايا ورق زبدة يتحط فاصل ما بين السطح بتاع الالومنيوم، ويكون وطبعا الحاجه اللي بنعملها سواء معجنات، بيتزا، كيك، اي حاجه من الحاجات ديت. عشان ما نطولش عليكم، برضو في ميزه كويسه قوي للالومنيوم، ان اغلى حاجه في الالومنيوم اللي هو اعلى خامه موجوده في الالومنيوم بيكون سعرها اقل من الحاجات التانية في الستانلس ستيل او الجرانيت او التيفال او غيره. بيكون مثلا لو انا هجيب طقم كنك مثلا ب 220 جنيه ولا 175 جنيه، هلاقي ارخص طقم كنك في الستانلس ستيل الكويس هلاقيه ب 350 جنيه، اللي هو يكون ستانلس ستيل تركي. عشان ما نطولش عليكم، نبدأ كده مع بعض ونشوف الأسعار. من أهم الحاجات اللي موجودة في الألمنيوم اللي بنستخدمها هي الطواجن. الطاجن سواء كان المربع أو كانت الصواني المدورة، دي يعتبر من أهم الحاجات في الألمنيوم، ودي سعرها 595 جنيه. في أسعار أقل، في أسعار أقل، في أسعار أعلى، في أسعار أعلى في الألمنيوم. ليه؟ لأن كل طقم بيكون مكون من حلل معينة. يعني دي طقم 3 مقاسات، كل حلة مقاس معين. لما المقاس ده يقل فسعر الطقم هيقل، لما المقاس الكبير ده يقل سعر الطقم هيقل. لو انا زودت المقاس دوت سعره هيزيد. يبقى دوت الحجم الوسط معايا هنا سعره كام؟ سعره 595 جنيه. نفس النظام بيكون عندي الطاجن سعره برضو 595 جنيه. انا عايز بس حضراتكم كده تتفرجوا على الطاجن وجماله. انتوا بتتكلموا عن فضة، مش بتتكلموا عن، يعني شايفين اللمعة الجميلة؟ وديت طبعا بتبان قوي في الطاجن. لما تشوف الطاجن التقليد بتلاقي خامة يعني انت مش هتقبلها اصلا، هتلاقي خامة غير مقبولة ابدا يعني. قلنا ده 595 وده برضو 595. وزي ما انتوا عرفتوا قلت لكم بيبقى فيه مقاسات مختلفة في كل طقم. اطقم الحلل برضو عشان ما نطولش عليكم، بيبقى فيه طقم 6 حلل وطقم 8 حلل و4 حلل. طبعا المشهور جدا اللي هو الطقم ال8 حلل، بيكون سعره في الدهان الاصلي 3,330 جنيه، وفي حاجات طبعا اعلى. بيكون برضو، بس الاشهر واحد اللي هو ب 3,330. بيكون عندنا طقم 6 حلل، وده طبعا زي ما قلت لكم ان الالومنيوم قبل كده في فيديو قبل كده قلت لكم الالومنيوم ما بتحطش فيه الحاجات الحمضيه، يعني الطماطم، الحاجات ديت ما ينفعش تطبخ فيه حاجه فيها طماطم او اي حاجه حمضيه. فعشان كده طبعا استخدام الالومنيوم مش هيبقى كتير، فانت ممكن تجيب 6 حلل وتوفر، هيبقى سعره 2,375 جنيه. ولو عايز توفر بزياده وتكون جبت طقم حلل الومنيوم، يبقى جبت طقم حلل، في طقم حلل 4 قطع بيكون سعره 1,250 جنيه. يبقى انا كده عندي حلل ب 3,330، عندي حلل 2,375، عندي حلل 2,250 جنيه. يبقى انا كده عرفت اسعار الحلل وسعر الصواني المدورة والطاجن. هيكون برضو معانا الصواني البسبوسة. يعني صواني البسبوسة برضو طبعا قلنا المعجنات بتكون احلى حاجة
في الالومنيوم، لان هو جيد جدا في توزيع الحراره وبيسوي الحاجه كلها بالتساوي. يعني كل حته في الصينيه بيكون حرارتها زي التانية. لو بصينا دوت طقم فيه 3 مقاسات، بيكون سعره 410 جنيه. سعره 410 جنيه. زي ما انا قلت لكم المقاسات بتختلف. ادي طقم تاني اهوت برضه دهان اصلي، يعني الدهان الاصلي فيه مقاسات. دوت طقم بيكون مقاس الحلل بتاعته، مقاس الصواني 34 و38 و40. بيكون سعره 895 جنيه، يعني داخل في ال 900 جنيه. ده سعره 410 جنيه. عشان لو لقيت التفاوت في الاسعار برضو ما تقلقش قوي. بيكون المعيار عندك في الايه، في المقاسات بتاعه الحلل. يعني دي مقاسها 22، دي اصغر واحده مقاسها 34، دي مقاسها 26، واللي تحت دي مقاسها هو في حدود 30 يعني، بس هو مش واضح قوي. لو بصينا هنا هتلاقي الالومنيوم بيقول لك تغسله كويس، وممنوع احذر استعمال الليفه السلك لانها تسبب في تلاف المنتج. في ايه، في اتلاف المنتج، في اتلاف المنتج. يعني عشان الليفه بتخدش المنتج زي ما انا قلت لكم، وبتضيع الطبقه الخارجيه ليه، ويبدا الاكل يتفاعل مع الالومنيوم، وطبعا ده بيكون فيه خطوره على الصحه. الطاسات الالومنيوم، ادي طقم طاسات. طبعا زي ما قلت لكم في مقاسات، ده 18، 22، 26. سعره 650 جنيه. طقم 3 طاسات الدهان الاصلي سعره 650 جنيه. عندنا الكازارولا الدهان. لو بصيت كده احنا بنتكلم في يد ستانلس، عشان بيبقى في يد بكاليت ويد ستانلس. البكاليت يعني بتبقى اليد شبه كده، اللي هو الحاجه اللي هو الماركه او الخامه الاسود ده، او زي ما هو موجود في اللبانه. بيبقى فيه ستانلس وفيه بكاليت. ديت سعرها 280 جنيه. الدهان الاصلي، الكازارولا بتاعت الدهان الاصلي سعرها 280 جنيه. دي طبعا الاسعار في الرحمن سنتر. لو بصينا برضو مع بعض طقم كنك، يعني عايزين نبعد ده كده شويه ونجيب ده كده. طقم الكنك عندي طقم ب 175 جنيه. طقم كنك ب 175 جنيه. ادي مقاس الكنك، مقاس رقم 1 و2 و3. لو بصينا على المقاسات اهي، 1 2 3 سعره 175 جنيه. لو حبيت حاجة أكبر شوية بيكون عندي ب 230 جنيه، مقاس 1 ومقاس 3 ومقاس 5. طيب يا رحماني، يعني احنا عايزين كده نشوف مع بعض. لو عايز فرداني بيبقى عندي الفرداني سعرها 75 جنيه، اللي هي كنكة مقاس 4 الدهان الأصلي. شايفين بتلمع لمعة الفضة زي ما حضراتكم كده شايفين. بتكون سعرها ديت 75 جنيه. بيكون في منها طقم أرخص بكتير، اللي هو اليد البكاليت مش اليد استانلس. يعني لو انا جبت طقم كنك 3 مقاسات بيد بكاليت هيكون سعره ارخص من كده. طبعا انا مش هنقول يعني الحاجات اللي انا بقولها دي ليها اسعار. اللي عايز يستفسر عن سعر اي حاجه يبعت لنا طبعا يا اما على رسائل الصفحه يا اما في التعليقات هنا، واحنا نجاوب عليه على طول. عندنا برضو اللبانه سعرها 240 جنيه. شايفين حجم اللبانه؟ لبانه كبيره بس اليد بتاعتها بكاليت. لما يكون معايا يد بكاليت، سواء في حلل، سواء في كنك، سواء في لبانه، سواء في دماسه، سواء في اي حاجه، نحاول ان احنا ما نخليش النار عاليه قوي عليها. يعني النار تكون بعيده عنها. وطبعا الكنك وانا هعمل فيه قهوه هوطي على الكنك، هوطي النار عليه عشان خاطر ما احرقش فيها. دي طبعا بتكون مقاسها كبير، يعني ممكن اقلي فيها بيض، اعمل فيها اي حاجه، ممكن اغلي فيها برضو لبن. يعني ليها طبعا اكتر من استخدام. لو بصينا طبعا في اللبانه اللي قلنا لكم ب 240 جنيه، شايفين حاجه طبعا لمعه جميله. دي تميز طبعا الدهان الاصلي. عايز تفرق ما بين الدهان الاصلي واللي مش اصلي، اتفرج على الفيديو وشوف الخامه. يعني بص البتاع ما فيهوش لا سواد، هي كله ميه واحده، حاجه واحده بس في الدهان. لو بصينا برضو على الدماسة او الفوالة، ادي الدهان الاصلي طبعا كله بالختم. زي ما قلنا لكم الطاجن بيكون مختوم من الجنب. طب سعر الدماسة كام؟ في حدود، هي الدماسة دي سعرها 310 جنيه. سعر الدماسة دي 310 جنيه. خدوا بالكم اليد ستانلس، في يد بكاليت طبعا بنوطي النار عليها واحنا بنعمل الفول.
طبعا الالومنيوم زي ما قلت لكم جيد جدا في توزيع الحراره. انا مش عايز اطول عليكم في حاجات كتير ليها اسعار. اللي عايز يستفسر عن اي سعر يشوف اي منتج ممكن يبعت لنا على رسائل الصفحه او على الواتساب او في تعليقات اليوتيوب واحنا بنرد على طول. وطبعا متاسفين طبعا على الاطاله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.